السلام عليكم عشاق القهوة، هذا الحلا ليكم اليوم. تيراميسو إيطالي أصلي بدون بيض وقوام يذوب في الفم مثل الغيمة، بلمسة احترافية وسرعة خيالية. يلا نبدأ. أول شي حنسويه حنخفق الكريمة والجبن. أول شي الجبن وبعدين الكريمة. عندنا 190 جرام من الجبن الكريمي، وحضيف ملعقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان، وحضيف ملعقة كبيرة من السكر وملعقة كبيرة من الفانيليا باودر، وحنضيف 200 ملي من كريمة الخفق تكون باردة طبعا من الثلاجة، ونخفقهم كويس حتى نحصل على كريمة متجانسة. خلاص كده الكريمة صايرة جاهزة معنا، شايفين قوامها كيف تقيلة؟ شايفين ما شاء الله تقيلة، المفروض تكون بهذا القوام يعني تقيلة معنا. خلاص الحين نحطها في كيس غذائي عشان تسهل علينا الشغل. الحين ناخد الاسبريسو. لو ما عندنا اسبريسو ممكن نستخدم قهوة سريعة الذوبان عادي، نحركها في موية مغلية. وهنا ليدي فينجرز قسمتهم نصين، هغطسهم في القهوة واحطهم يعني سريع سريع عشان بسرعة بيتبللوا. ونسوي الطبقة الأولى، ناخد الكريمة كطبقة أولى، نسوي نفس الحكاية، نبلل في القهوة البسكوت. خلاص ونفرد الكريمة على الوجه بملعقة أو سباتشيلا متوفر عندنا. نحطهم في الثلاجة لغاية ما يبردوا كويس، أقل شيء نخليهم من 2 ل3. كل ما طولوا في الثلاجة كل ما يطلعوا ألد، كل ما نكهة القهوة بتبرز أكتر والكريمة تتماسك أكتر. بودرة الشوكولاتة ما حنحطها الحين إلا لما نجي نقدم الكاسات، وقتها نرشها ببودرة الشوكولاتة، لأنه لو رشيناها من الحين وحطيناها في الثلاجة حتتبلل البودرة وحيصير شكلها مو مرة حلو. إذا الكاسة صارت جاهزة هخليها في الثلاجة، وعند التقديم نزينها بالشوكولات ونشوف شكلها مع بعض. لما برين معانا الحلا التيراميسو كويس والكريمة تماسكت، الحين نحط الشوكولات باودر فوق. يفضل اننا نختار نوعية كويسة عشان طعم الباودر كاكاو يكون حلو. ونرشهم بكمية محترمة من الكاكاو يغطي لنا كل الكريمة. خلاص كده التيراميسو حقنا صار جاهز. ننظف بس الحواف كاكاو الزايد ونحطهم في صحن التقديم. وكده حلا تيراميسو حقنا صار جاهز، شايفين ما شاء الله كيف شكل الطبقات، البسكوت والكريمة والكاكاو باودر. أتمنى أنكم تجربوا الوصفة تعجبكم، وأهم شيء إنها سهلة وسريعة ما تاخد مننا وقت كتير، كلها على بعضها 10 دقايق تجهيز. أتمنى أنكم تجربوها وتعجبكم، وأشوفكم في وصفة جاية إن شاء الله.